السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما احنا شايفين الفيديو بتاعنا ده كده معانا عبارة عن ايه. معايا التوم الجميل ده. التوم ده من السنة اللي فاتت، فطبعا بما ان كل سنة وانتوا طيبين التوم الجديد على الابواب، بستفاد من التوم القديم ده. زي ما انتوا شايفين ان هو كان بادئ يزرع كده، فطبعا طالما بيزرع كده يبقى هيفضى ويبوظ، فاستفاد منه بقى ازاي؟ قلت نقشره كله ونفرمه ونعبيه في براطيم نخزنه بمعنى اصح، يعني يبقى عندي فترة طويلة. ابدأ انزل بالثوم كده. طبعا انا مقشراه وغسله كويس جدا. التومه دي يا حبيبي هي مش بايظه، التومه جميله قوي، بس هي ده توم من التوم الاحمر فبيبقى عامل كده. لكن لو شفنا التومه من قلبها، التومه من قلبها مش بايظه. شايفين التومه؟ التومه جميله قوي وبيضه، ما هياش بايظه خالص. ده بس عشان هو التوم الاحمر ساعات بيبقى فيه فصوص عامله كده. خلينا بقى نفرمه. طبعا هفرمه وهنرجع نشوفه تاني. انا هنا كده ما كنتش ضفت الكميه كلها، طبعا اللي في الكبه اتفرم. هبدا انزل بباقي الكميه افرمها كلها. طبعا زي ما احنا شايفين هنا فرمنا كده التوم كله بالشكل ده كده. شايفين بقى ناعم وجميل قوي، ما خدش معانا في الفرم 5 دقايق وبقى التوم بتاعي جاهز على طول على التفريز. وبكده نكون احنا استغلينا التوم بدل ما نرميه. هنشوف بقى دلوقتي احنا هنخزنه في ايه. هبدأ بقى ان انا انزل بيه الاول هنا كده. عمل كمية كبيرة ما شاء الله. المية بتاعت التوم ديت جميلة جدا للناس اللي عندها فراغات في الشعر. طبعا هنا انا معايا البراطيم العادية الازاز ديت بتاعت الصلصة كده زي ما احنا شايفين، طبعا مغسولة وناشفة وكل حاجة، ما فيهاش اي حاجة خالص، اهي نظيفة. هبدأ ان انا اعبي فيها التوم ده كده بالشكل ده. التوم بتاعي ممكن ان انا اضيف عليه ملح، ممكن ان انا اعمله دقة على طول للسمك، ممكن ان انا احط برضو معلقة زيت حسب ما بتحبيه تعمليه، او مثلا حسب الحاجة اللي انت هتعملي بيها. زي ما احنا شايفين كده انا طبعا ملقيت البرطمان كده. البرطمان ده ازاز، انا هحطه في الفريزر ومش هيفرقع في الفريزر. ليه مش هيفرقع؟ لان انا مش هملاه قوي. وجربوا الطريقة ديت وهتعجبكم ان شاء الله. انا مش هملاها، هسيب فيه كده كمية ان البرطمان الحاجة اللي فيه ديت تقدر ان هي تتنفس. شايفين انا كده سويت حرف الثوم بتاعي كده، وهبدأ بقى ان انا اغطيه. ممكن ان انا نضيف على وش الثوم ده زيت او ملح. شايفين شكله؟ هبدأ اعبي برطمان كمان كده. بقى عملنا البرطمانين دول، ده برطمان كامل بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، وده كده جه نص برطمان دي. وطبعا ديت كمية الثوم اللي انا سبتها عشان استخدمها فريش على ما نجيب الثوم الجديد. وهتشوفوني انا ازاي مخزناه مقطوع كده. طبعا هاتوا فيديوهاتي السابقة هتشوفوني ازاي ان انا مخزناه بالشكل ده كده، قطع العرش بتاعه. والثوم انا بحب اشتري الثوم فيها طينة كتير كده، علشان الطينة دي بتحفظها، بتلاقي الراس ناشفة على طول معاك كده. شوفوا الراس بضغط عليها جامد، الفصوص بتاعتها ناشفة مش بتبوظ بسرعة، تفضل محفوظة معانا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.